سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اعزائي طلاب الصف الاول اعدادي، اهلا وسهلا بكم. معكم مستر جمال عبد الله، وهنبدا نحل محافظه الجيزه على الجبر الترم الثاني. تعالوا بينا نبدا. اول سؤال معانا سؤال سهل خالص، بيقول لك ايه؟ س زائد 3 بيساوي 8، فان 3 س. اولا 5 زائد 3 هي اللي بيساوي 8، يعني كده الس بكام؟ الس ب5، يبقى 3 في 5 ب15، يبقى الاجابه الاولى 15. بينما السؤال التاني بيقول لي جذر 9 زائد 16، فانت المفروض تحل دي الاول. سيبك انت من التلاتة هتقول الاربعة، الكلام ده غلط خالص. انت لازم تحل دي الاول. جذر 9 زائد 16 يعني جذر 25 اللي هي 5. طيب 3 زائد كام عشان يديها الخمسة ديت؟ 3 زائد 2، يبقى المفروض الناتج بتاعك 2. السؤال التالت بيقول لي 2 أس سالب 3، دي معناها 1 على 2 أس 3، لأن الأس السالب انت بتنزله تحت بيكون معاك موجب. 2 أس 3 اللي هي 8، يبقى 1 على 8، يبقى الإجابة 8. السؤال الرابع بيقول لي احتمال الحدث المؤكد بكام؟ ب1، والمستحيل ب0، والممكن بيكون بين الصفر والواحد زي النص ده كده. السؤال الخامس بيقول لي ايه؟ عايز قيمة النون. طبعا أنا هحط العلامة بين الاتنين والخمسة وأعد الأرقام دي، 1 2 3 4، يبقى سالب 4. مع إنهم 4 بس أنا قلت سالب 4 لأن الرقم ده أصغر من الواحد، فالأس لازم يكون سالب. لكن لو الرقم ده كبير خالص، يعني مثلا 25,000 وتلاقي الأصفار هنا كده ومفيش أصلا علامة، فبتلاقي الأس موجب. واخد بالك أنت من المعلومة ديت؟ تمام. السؤال السادس بيقول لي إذا كان 3 ألف بيساوي جذر 4 ب، فإن ألف على ب. في قاعدة بتقول ما ترجعش بيدك فاضي. يعني هو عايز الألف على الب، يبقى جذر 4 على 3. جذر 4 على كام؟ على 3. طب جذر الأربعة 2، يبقى 2 على 3 اللي هي الإجابة رقم ألف. السؤال التاني بيقول لي أكمل ما يأتي إذا كانت الألف بتساوي الب. يعني احنا مثلا لو فرضنا إن الألف ديت ب3، هيبقى الب ب3 لأن هما الاتنين بيساووا بعض. يبقى 3 ناقص 3 كام؟ 0. يعني دهوت أس 0، وأي حاجة أس 0 بكام؟ ب1. أما بالنسبة للسؤال التاني بيقول لي إذا كان سالب س أكبر من الأربعة فإن الس. طيب هو السالب هنا هنوديه الناحية التانية، ولكن وانا بوديه الناحية التانية فالإشارة الأكبر بتتحول لأصغر، وهو كده كده محولها لي، كتر خيره. نيجي للسؤال التالت بيقول لي إيه؟ إذا كان الألف ب أس سالب 1 بيساوي 1 على 5، فإن ألف على ب. ألف على ب برضه 1 على 5. ليه بقى؟ لأن الب أس سالب بتاعت ديت هننزلها تحت تبقى ب، تبقى ألف على ب، وهو خلاها لك ألف على ب، وأنا مش هعمل حاجة في الواحد على 5، هسيبها زي ما هي. طيب السؤال الرابع بيقول لي فصل دراسي ب 21 تلميذ و15 بنت، فإذا اختير أحد التلاميذ عشوائيا احتمال أن يكون بنت. أنت عندك البنات كام؟ 15، والفصل كله على بعضه كام؟ 1 و5 6 و2 و1 3، 36. يبقى الإجابة 15 على 36. وكمان أنت ممكن تبسطها لو قسمت على 3، يبقى فعل 5 و36 على 3 فعل 12، يعني 5 على 12. أما بالنسبة للسؤال الخامس بيقول لي جذر سالب 5 على 6. مبدئيا الجذر هيشيل التربيع، هيتفضل عندك سالب 5 على 6. ولكن لو تلاحظ ان كان معايا هنا الأس ده زوجي، والأس الزوجي بيشيل السالب، فالمفروض تبقى 5 على 6، يبقى الإجابة 5 على 6. نيجي للسؤال التالت بيقول لي اختصر لأبسط صورة. سالب 3 على 7 أس 0 اللي هي ب1، لأن أي حاجة أس 0 ب1. في سالب 2 على 5 أس 2، دي عبارة عن 4 و5 تربيع ب25. هتقول لي والسالب راح فين؟ هقول لك ما الأس الزوجي بيشيل السالب، بيشيل الإيه؟ السالب. في جذر 6 وربع، أصلا 6 وربع ديت يعني الأربعة في 6 24، 1 على 25، يعني جذر 25 على 4، يعني 5 على 2. جذر 25 5، وجذر 4 2. طيب 4 هنقسم، نبدأ بقى نبسطها بقى، أو ممكن تعملها بالآلة الحاسبة، ولكن هنبسطها. 4 على 2 يبقى فعل 2، و2 على 2 فعل 1، 5 على 5 فعل 1، و25 على 5 فعل 5. فأصبح عندك فوق 2، لأن الواحد في 2 في 1 ب2، وتحت 5. يبقى الإجابة معاك 2 على إيه؟ 2 على 5. لازم تحاول في الامتحان تعمل خطوات، يعني ممكن تعمل دي لوحدها بالآلة الحاسبة، ودي لوحدها بالآلة الحاسبة، ودي لوحدها بالآلة الحاسبة، تطلعهم بالشكل دوت. لازم تعمل خطوات في مسائل الاختصر دي، لأن هو بيبقى طالب منك خطوات، وممكن ينقصك درجات على الخطوات لو انت ما عملتهاش.
فنصيحة مني انك تعمل ايه خطوات. طيب اما بالنسبة للسؤال رقم باء بيقول لي اوجد في نون مجموعة حل المعادلة. 3 س زائد 2 بيساوي 4. المفروض الزائد دي تعدي الناحية التانية ناقص، فيبقى عندك 3 س بيساوي 14 ناقص 2 12، ولكن اللي عندك ديت فيه هتعدي الناحية التانية على، يبقى الس بيساوي 12 على 3، يبقى انت المفروض الس معاك بكام؟ ب4. ولو انت حابب تتأكد من الإجابة بتاعتك صح ولا لأ، هتاخد الأربعة دي تحطها مكان الس، يبقى 3 في 4 ب12، 12 زائد 2 14، يبقى حلك صح. طيب نيجي للسؤال الرابع ألف بيقول لي إيه؟ أوجد في أبسط صورة. إحنا عارفين إن إحنا في الضرب بنجمع الأسس، سالب 2 زائد 5 يعني 3، يبقى 7 أس 3 على 7 أس 3. طبعا يبقى الإجابة 1 صحيح، لأن الرقمين دول زي بعض، عاملة زي 5 على 5 فيها الواحد كده. السؤال رقم بقى بيقول لي عدد صحيح إذا أضيف إليه 3 أمثاله. يعني هفرض إن العدد الصحيح دوت س، أضيف إليه 3 أمثاله يعني زائد 3 س، كان الناتج 28. س و3 س يعني 4 س، عاملة زي جنيه و3 جنيه 4 جنيه كده، وديت فيه تروح الناحية التانية على، يبقى الس ب28 على 4، والإجابة كام؟ 7، يبقى الس ب7. بعد كده بيقول لي أوجد مجموعة حل المتباينة دي. 2 س زائد 5 أقل من 6. 2 س زائد 5 أقل من 6. المفروض الزائد يعدي ناقص، يبقى الاتنين س أقل من 6 ناقص 5 1، وديت فيه تعدي الناحية التانية على، يبقى الس أقل من 1 على 2. فهتقول له مجموعة الحل بتساوي س حيث س تنتمي لنون، وتقول س أقل من 1 على 2، يبقى بالشكل اللي انت شايفه ده كده. نيجي للسؤال رقم باء، والسؤال الأخير بيقول لي عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة ولاحظ العدد الظاهر على الوجه العلوي، أوجد احتمال الحصول على عدد زوجي. حجر النرد لو عدد زوجي بيبقى نص. ليه؟ لأن أنت عندك الاتنين والأربعة والستة عدد زوجية، هما 3 على 6 اللي هي نص، 3 على 6 اللي هي ايه؟ نص. هنا بيقول لي عدد فردي أقل من الأربعة. العدد الفردية الأقل من الأربعة اللي هي 1 والتلاتة، ودولت عددين، يبقى 2 على 6 اللي هي تلت. بكده نكون حلينا المحافظة التالتة، محافظة الجيزة. طبعا محافظة مهمة جدا جدا وفيها مسائل في غاية الأهمية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وانتظروا بقى حل امتحانات الجبر للصف الأول إعدادي الترم التاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.